سعادة الأخ طالب المعمري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله. شكرا سعادة الرئيس، شكرا مع الوزير، ومرحبا بك في مجلسنا الموقر، ونسأل الله أن يوفقك لكل خير ومعروف. معالي الوزير، قبل أن نتكلم عن استراتيجيات يجب أن نتكلم عن قاعدة بيانات صحيحة، ولذلك أؤكد أنه يجب في هذه المرحلة على الوزارة أن تعمل على إيجاد قاعدة بيانات صحيحة تنطلق منها إلى عمل استراتيجية. وبما أننا نتحدث عن استراتيجية فإنني أريد أن أتساءل: هل هذه الاستراتيجية أحادية الجانب، بمعنى أنها ستقوم بها وزارة السياحة، أم أنها بالتنسيق مع جميع الجهات؟ لأنني فيما أعلم أن السياحة تحتاج إلى بنية متكاملة، وبناء نستطيع من خلاله تقديم جميع الخدمات التي يجب أن تتوفر للسائح إذا ما أتى إلى بلدنا. نقطة السياحة الخارجية نقطة جيدة، ولكن لم نركز هنا على السياحة الداخلية، وهذا أمر مهم جدا. فنحن بحكم أننا مناطق حدودية لدول الجوار، فإننا نرى طوابير من السيارات يوميا إلى دول الجوار لشتى أنواع وأشكال السياحة، ومن ضمنها التسوقية. وأنا أريد أن أتساءل: أين الفكر السياحي من وزارتكم الموقرة ومن الحكومة ككل لولايتي لواء وشناص، حيث أن أغلب سكان هذه المناطق ينزحون أو يسافرون أو يتسيحون في دول الجوار ويصرفون مبالغ قد تصل إلى ملايين الريالات، وذلك لعدم توفر أي خدمات أساسية للسياحة، أو لنقول ندرة الخدمات السياحية في هذه المناطق. من المفترض معالي الوزير أن المناطق الحدودية تكون بكفاءة المناطق الحدودية للمناطق المجاورة، وأنتم تعلمون أن ميناء صحار يقع في ولاية لواء وقريب من ولاية شناص، وهو الآن ميناء صناعي يجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم كسياحة استثمارية، ولكن للأسف الشديد أن المستثمر لا يجد حتى المكان المناسب للإقامة في هاتين الولايتين، فيضطر إلى السكن في ولاية صحار الوحيدة التي توفر النزل الجيد لمثل هؤلاء المستثمرين. وأنا أريد أقول أننا نصرف يا معالي الوزير 6 مليون ريال عماني على الترويج للسياحة، وآسف أني أقول هذه الكلمة وإحنا بيتنا خربان، وإحنا عندنا أيضا الآلاف المؤلفة من السياح الداخليين الذين من المفترض أن نستثمرهم في السياحة الداخلية، يخرجون ويصرفون الملايين من الريالات خارج بلدنا وبعملتنا، لتعود العملة علينا بخسائر مرة أخرى حتى نسترجعها، وأنتم تعلمون أكثر مني في هذا المجال. أريد أن أقول يا معالي الوزير أننا لو استثمرنا 6 ملايين ريال عماني على مدى 5 سنوات لتطوير ولايتي لواء وشناص، لبناء بنية تحتية سياحية بجميع أشكالها وألوانها من الأسواق والمنتزهات وحتى النوادي الصغيرة والاستثمارية، ومن هنا أقترح أن نشجع الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمواطنين. نحن اليوم في أزمة باحثين عن عمل، ولكننا لا نحاول إيجاد البنية الصحيحة للباحثين عن عمل عن طريق ما يسمى السياحة أو غيرها من الأنشطة. نحن الآن سنقيم منتجع كبير، منتجع شناص، لكن ما الرؤية الأخرى المجاورة لهذا المنتجع؟